تخيل انك تكون شخص فقير ويتيم والكل بيتنمر عليك ويكرهك لدرجة انك بتدور في الزبالة علشان تلاقي اي حاجة وتلاقي عروسة لعبة تقدمها للبنت اللي بتحبها، ومع ذلك اهل المدينة كلهم يشهدوا ضدك يخلوك انك نفسك تترمي وسط الزبالة. دي حكاية رودو اللي وعد ان هو هينتقم من الكل ويوديهم الجحيم على اللي حصل فيه. فيا ترى ايه اللي حصل مع رودو؟ دي حكايتنا النهارده. فقبل ما نبدا متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا. حكايتنا بتبدا في مكان العالم متقسم فيه نصين، من ناحيه المدينه النظيفه اللي الاغنياء عايشين فيها حياتهم المرفهه، وفي الناحيه التانيه العشوائيات. الحاجه الوحيده اللي بتربط الناحيتين هي الحفره اللي بيترمي فيها كل الزباله، ومن الزباله دول هم المجرمين كمان. الاغنياء اللي في المدينه بيرموا اي حاجه تتخرب من غير ما يفكروا، زي الست اللي قالت لبنتها ترمي لعبه لسه شارياها علشان بدات تبوظ شويه، وقعدت تقول لها لو اتصلحت برضه هيبقى شكلها وحش، نشتري واحده جديده اسهل بسيطه، فقاموا رامينها. ولكن رودو كان موجود في المكان دوت بيشتري الحاجات اللي العربيات بتلمها. دخل المكان دوت وهو متسلل كده، ودخل اوضه جواه، لكن لسوء حظه في حارس سمع صوت جاي من الاوضه، راح يبص جواه لقى حد بيقلب في الزباله. الحارس دخل الاوضه بسرعه والسلاح مرفوع وصرخ فيه يا مقرف، انت مهدد جمال المدينه لمجرد انك بتجمع الزباله دي. رود ما ردش عليه لانه متعود يسمع الكلام ده كل مره، بس الحارس قام مشغل الانذار ونادى على التعزيزات. اول ما الحراس التانيين وصلوا، رودو اخد شويه اكياس زباله ورماهم عليهم. الحراس اتقرفوا، رودو طلع من فتحه التهويه وقعد يجري. جم حراس تانيين بدأوا يضربوا عليه نار، هو قعد يراوغ الضربات دي بسهوله، ولكن وهو بيجري في رصاصه منهم خبطت دراعه. هنا بعد ما هرب منهم، رودو قام قايل ايه الفايده من انكم تحرسوا الزباله، هي اصلا محدش عايزها. تاني يوم الخبر انتشر في المدينه، الناس قالوا بس هم اكيد الناس العشوائيين اللي عايشين هناك دول، ولاد التيتا هم دول اللي عاملين مشاكل دايما وبيلوثوا حياتنا زي ما اللي احنا عايشينها دي. ولكن على الناحيه التانيه من الحيطه، الناس اللي في العشوائيات كانوا عارفين مين السبب، لان دي مش اول مره رودو يخش فيها اماكن تجميع الزباله، ومعظمهم شايفين ان هو هيتمسك في يوم، وفي منهم كمان شايفين ان هو يستحق كده. ولكن رودو ما كانش فارق معاه رايهم، بدا يفتح الكياس ديت علشان يبيع الحاجات اللي صلحها من الزباله. لما صاحبته تشو وصلت عنده وزعقت له، سالته بص انت ليه بتخاطر كده؟ يعني الزباله دي ما فيهاش حاجه يعني تخاطر عشان خاطرها. رودو قال لها بصي الناس الاغنياء دول بيرموا حاجات لسه تنفع تستعمل من غير ما حتى يهتموا، انا بحس بالحزن على الحاجات دي فانا بجيبها لما اقدر استعملها تاني اكسب منها شويه فلوس تبقى احسن واحسن. هنا دخل عليه 3 ولاد قاموا قايلين ايه ده، في ريحه زباله هنا. اما البنت قالت له ابعد عن رودو، اما الولد قال لها ليه؟ ابعدي انت عنه، ريحتك هتبقى معفنه زيه، ده غير شايفه ايديه، ده تحت ايديه دوت هتلاقي مليان زباله، ده شكله ما اتغسلش من ايام زمان خالص، ده احنا خايفين نلمسه يطلع عندنا حساسيه ولا حاجه. قام قال له يا حبيبي ما حدش هيشتري الزباله دي منك، انت نفسك مرعب اكتر من جوانتي اصلا والزباله اللي انت بتلمها دي، ويا حبيبي يا ابن القاتل. هنا وش رودو اتقلب لما سمع الكلام دوت، ولكن ما وقفوش كملوا اهانات. قاموا قايلين العشوائيات دي اصلا اتبنت علشان تحبس المجرمين، الناس اللي ساكنين فيها دلوقتي اصلا هم ولادهم، وعشان كده دايما بيقعدوا يشتغلوا ويحافظوا على سمعتهم. بس ابوك بقى يا باشا فضحنا لما بقى قاتل فعلا. فرودو ما قدرش يستحمل اكتر من كده وبدا يقوم متعصب. هنا بداوا يخافوا منه وجريوا على طول وهما بيشتموا فيه، ايوه هتبقى قاتل زي ابوك، ايوه ايوه ايوه. هنا بعد ما مشوا رودو رجع بهدوء كده يصلح الفانوس تاني. تشو قامت قايله له انا مصدقه انك شخص كويس ومش ممكن تطلع زي ابوك ابدا. فقام اتكسف كده قال لها بصي انا خدت اللعبه ديت يعني انا كنت شايف يعني لو هي مرميه فهي ممكن تبقى مناسبه ان انا، ولكن قامت امها جايه قالت لها تعالي بسرعه تعالي بسرعه. هنا قام راجع على البيت لقى هناك ابوه بالتبني ريته، قعد يقلده ايه ده، قلت لها ايه جبت اللعبه ديت وكنت عايز اديها لك صح؟ قال له ايه يا عم انت عرفت منين؟ قال له طيب نتكلم في الموضوع ده بالليل الاول، بس ايه اللي انت عملته في مقلب الزباله ده؟ انت مش لازم تضغط على نفسك كده، احنا مش مفلسين للدرجه يعني، انت شكلك عارف ان انت بتحاول تعوض اللي انا عملته معاك زمان، ولكن مش شرط. انا عارف انك شايل لي الجميله بعد ما ابوك اترمى في الحفره، ولكن انت مش شرط ترد لي حاجه. قال الموضوع مش كده لا خالص، انت عيلتي انا بس بحاول اعمل اللي عليا. قال له طيب خليك بقى بنفس الصراحه اللي بتتكلم بيها معايا دي مع البيت. قال له ثانيه ايه الدم اللي على كتفك دوت، انت ضربته بالنار؟ قال له ايه العيله. قام رابط له ايده، وهنا قام باصص لايده بقى من غير جوانتي، بدا يحس بالجرح بتاعه القديم. قال من ساعه ما عرفت نفسي والناس دايما كانت بتحكم عليه بسبب ايده دي اللي ابوه تسبب في الحرق بتاعها، وساعات كان الالم بيفضل يوجعه دايما.
لحد ما ريتو قام جايب له الجوانتيين دول اللي خففوا الألم عن إيده شوية. بعد ما ربط إيديه قال له يلا روح كلم البيت قبل ما حد تاني يخطفها منك. ولكن في الطريق شاف مشهد غريب كده على عشوائيات. على طرف المنطقة في حفرة ضخمة بيتحدف فيها الزبالة والمجرمين الخطر. في اليوم ده كانوا بيرموا مجرم جديد في الحفرة، ورودو كان واقف بيتفرج على الإعدام وهو بيفكر في الناس اللي بيرموهم هناك دول بيحصل لهم إيه بعد كده. فجأة تشو قامت زهرة قالت له المنظر عنيف أوي صح؟ قال اتوتر إن هو ما كانش جاهز إن هو يشوفها. هنا بدأت تتكلم عن الإعدامات دي وحاجات تانية، وبعدها بصيت له قالت له أنا مش عايزاك تتحدف في الحفرة دي، في حاجات كتير أنا عارفة إن هي ما ينفعش تترمي في الزبالة، بس ده مش مبرر إنك تعرض حياتك للخطر. قال لها هو كمان قال لي كده. قالت له أيوه عشان هو كمان بيحبك. بصيت لها كده هو كمان بيحبك؟ قالت له لا ما اقصدش. البنت فتحت نفسها بنفسها. اما الاتنين فضلوا محرجين كده. قام لها بصي خد الدبدوب دوت، انا شايف ان هو يعني كان حلو يعني، فهو مناسب ان انا اديهولك اللي اعملي بيه شويه، فيعني هديه مني ليكي يعني اعتبريه هديه. قلت له ده انا هحتفظ بيها للابد. هنا قام جاري على طول وهو بيرقص من الفرحه. قال ان هو لازم يحكي لابوه اللي حصل فورا. وفي الطريق خبط شويه حراس ولكن ما اهتموش بيه، وده خلى رودو يستغرب هما بيعملوا ايه في العشوائيات. ولكن اول ما وصل البيت قام فتح الباب مره واحده قال له في حاجه حصلت. ولكن هنا قام متجمد مكانه لما شاف المنظر ان ريتو كان واقع على الارض وفي راجل غريب لابس قناع واقف فوقيه. اول ما لف وشه ليه كان غرز السكينه في جسم ريتو. هنا ريتو فقد اعصابه وقام اندفع عليه، بس الضربه كانت قويه لدرجه ان هو ما حسش امتى اتغلب، ما عادش قادر ان هو يتحرك. لما فاق كان القاتل المقنع ده خلص عليه وخد كتاب كده من على الارض وخرج بره المكان. بس لرودو قبل ما يمشي، ورودو حاول يقوم يجري وراه لكن فجاه سمع صوت ريتو اللي كان لسه عايش وبيهمس بصوت ضعيف. اهرب يا رودو. قال له استنى استحمل شويه هجيب لك حد يساعدك. قال له اهرب، غير العالم دوت، العالم ده بايظ غيره. هنا وهو مش قادر يستوعب الصدمه دي فجاه الجنود وصلوا المكان وقاموا مكهربينه على طول. كانوا فاكرينه هو القاتل، مسكوه قاموا رابطينه على الارض. انت متهم بالقتل وهنقبض عليك دلوقتي. قال لا انا ما عملتش حاجه. قال له انت فاكر ان احنا عبط يعني لما تقول لنا انا ما عملتش حاجه احنا هنصدقك عادي كده؟ احنا مسكينك متلبس. قال لا القاتل هيقص يطلع بره البيت وممكن تلحقوه دلوقتي، غير اصلا الراجل ما ماتش. لكن ولا واحد فيهم كان عايز يسمعه. قرروا يخلصوا عليه بالطريقه الكلاسيكيه، خبطوه على دماغه ووقعوه ومغمى عليه. بعد شويه رودو اتسحب لمنصه الاعدام عشان يتعاقب على الجريمه دي. كل سكان العشوائيات كانوا موجودين عشان يتفرجوا عليه وهو بيتحدف في الحفره. ده غير شخصيات المدينه، ده غير الناس اللي عمالين يقولوا اخيرا اهو ظهر معدنه الحقيقي، طلع قاتل زي ابوه برضه، اخيرا قتل حد زي ما كنا متوقعين. هنا القاضي قام قايل القتل من ابشع الجرائم اللي ممكن يرتكبها انسان، وحتى لو كنت مجرد واحد من العشوائيات ده مش هيخفف عنك العقوبه، ودلوقتي عقوبتك هي الاعدام عن طريق الرمي في الحفره. هنا الناس بدات تشجع وتصيح لما سمعوا الحكم. هنا رودو كان لسه مش مصدق اللي بيحصل له، كان نفسه بس في شخص واحد يصدق انه مش قاتل. بس وسط كل الناس اي حد لحد ما لقى تشو. قال لها تشو انا ما قتلتش ريتو، دوري على اللي عملها مش انا. هنا قامت رد عليه ببرود انا كنت واثقه فيك لكن واضح اني غلطت، في الاخر طلعت قاتل زي ابوك. وقامت راميه اللعبه اللي كان جايبها لها ولفت ظهرها ومشيت. هنا خيانتها كانت اصعب حاجه مرت عليه، وهو سامع الناس كلها تقول له انت زباله. قال انا اللي زباله؟ ده انتوا اللي زباله، ده انتوا مجرد لحمه من غير ولا عقل ولا مخ ولا اراده، ده انا هرميكم كلكم في الجحيم. هنا فجاه لمح القاتل الحقيقي واقف قصاده على طول لسه هينطق ويتكلم قاموا حادفينه من فوق. رودو حس ان هو بيقع للابد، وفي لحظه معينه فقد فيها الوعي لحسن حظه. لما فاق كان طالع سليم، بدا يبص حواليه وهو بيقول لنفسه ايه اللي بيحصل، ازاي انا لسه عايش. هنا بدا يشم ريحه وحشه قوي من الزباله دي، بص قصاده لقى بحر ضخم من الزباله. هنا قال ايه المكان ده، انا دايما كنت بسال نفسي اللي بينزل هنا بيحصل له ايه، ولكن لا انا هرجع وانتقم تاني، انا هوريهم كلهم واوديهم كلهم الجحيم. ولكن بدا يسمع صوت غريب كده وحاجه بتتحرك ضخمه. قال ايوه انا فعلا كنت بقول ان المكان دوت جحيم فعلا على اللي بينزل هنا، كنت دايما بتساءل. هنا بنشوف ان في وحش عملاق مكون بالكامل من الزباله وكان بيقرب منه وهو بيظهر له انيابه. وعلى كده بتنتهي الحلقه. بس ده كان الفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وسلام. ولكن هنا رودو بيرجع تاني لذكرياته اللي كان فيها دايما يقعد يقول
انا عمري ما تخيلت ايه اللي موجود تحت، وعمر ما حد اتكلم عن ايه اللي موجود في منطقة الزبالة دي. كل اللي كان موجود دايما ان هم بيهددوا الناس ان هم هيرموهم فيها، لكن ما حدش كان بيعرف مصيرهم. ولكن في الجحيم ده في الوقت الحالي رودو كان بيهرب وهو مرعوب من وحش الزبالة. والمصيبة ان الوحوش كانت بتتولد اكتر واكتر من الزبالة ديت اللي حواليه، والبطل ده لقى نفسه محاصر وسط مجموعة من الوحوش، واحد منهم كان هياكله. رودو وهو بيحاول يهرب بس في السكة قابل جمجمة واحد باين ان الوحوش اكلته، كانت كأنها علامة ليه ان ملكش مهرب من الموت. هنا بدأ يصرخ ويزعق: اللي رماني في الجحيم ده واخد، انا مش مستاهل ده كله. وفجأة الارض تحت رجله اتكسرت والزبالة وقعت بيه لتحت، وكان حاسس ان هو رئته هتنفجر من كتر الهواء الملوث ده، كأنه عايش في الجحيم نفسه. ورغم كده ما استسلمش، قرر يدور على أي مكان يستخبى فيه، ولكن هيلاقي مكان فين؟ في المكان الزبالة اللي هو فيه ده. فبدأ ينزف وجسمه كان تعبان من الإصابات، والوحوش بدأت تقرب منه أكتر وأكتر عشان تخلص عليه. قام باصص لنفسه قال: يعني معقول دي نهايتي؟ أنا هموت في الآخر في المكان المقرف ده. بس افتكر أبوه رجته وإن لازم ياخد له حقه، وساعتها تراجع عن كل الأفكار السلبية اللي كانت في دماغه دي. وفجأة الجوانتي بتاعه طلع منه شرار لونه أحمر كده، ولقى مضرب جنبه قرر يستخدمه في القتال. وكان بيفكر: لا، أنا لازم أنتقم من كل الناس اللي احتقروني ورموني هنا، وبالذات الراجل المقنع اللي قتل درجته. واحد من الوحوش قام هاجمه، قام رودو ضربه بالمضرب ده بكل غضبه. وفي نفس اللحظة ظهر راجل غريب كده وحس بقوة رودو. هنا رودو وهو بيكمل القتال ضد وحوش الزبالة من غير ما يخاف، وحس بنفسه ان هو قوي وقادر يهزمهم. بس وحش تاني منهم ضربه وخبطه جامد، طيره على الجبل. وحش تاني كان هياكله وهو في الجبل، بس رودو قعد يهرب منهم. هنا وهو بيعاني وصل ان جسمه حتى ما عادش قادر يستحمل الريحة الوحشة اللي في الجو، بس هو كان غاضب ومش ناوي يستسلم. ولما الوحوش هجمت عليه أطلق قوة غريبة كده كان قادر يحمي بيها نفسه، بس بعد كل ده كان تعب جدا والريحة كانت بتدمر في رئته. والوحش ده كمان كان وصل له وشكلها كانت النهاية بالنسبة له. هنا وهو بيحاول يهرب الوحش قام ناسخ عليه موجة هواء قوية رمت رودو على الأرض. في اللحظة دي ظهر راجل مقنع شايل شمسية كده، فرودو ما كانش عارف مين ده. فالراجل قام شايله قال له: ايه يا عم، هتقتلني ولا ايه؟ بس الراجل المقنع ده حط على وشه قناع بينقي الهواء من الريحه دي. بتقول له: ايه ده؟ انت مين؟ المكان ده فين؟ الوحوش دي ايه؟ الزباله دي جايه ازاي؟ قال له: بالراحه، اسكت، اهدى، رودو ما فهمش. قعد يقول له: في ايه يا عم؟ ما ترد عليا، احنا فين؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ قعد يقول له: اسكت اسكت. رودو برضه ما كانش مستوعب، فضل يعافر لحد ما رجع قال له: يا عم بقول لك اسكت، احنا مش تحت الارض يا عم، احنا فوق الارض، والزباله دي كلها جايه منكم انتوا الفلك. خلاص يا عم مش عايز اتكلم، اهمت بقى. وادي الوحوش هي جات لنا بسبب الصوت الزفت اللي خلتنا اعمله. هنا الوحوش بدات تقرب عليهم وتتكون من الزباله. قال له: شفت اهو، بسببك هنخش نقاتل اهو. وفعلا في وحش الزباله كان بيهاجمهم، بس الراجل المقنع ده طلع طاقه غريبه قوي من الشمسيه اللي معاه، محولها لسلاح دمر الوحش ده، اتحول لرماد وما اتجددش تاني. هنا رودو كان واقف مصدوم من اللي شافه، مش قادر يصدق قوه المظله دي. هنا الوحوش كلها بدات تتجمع حوالين رودو انجن علشان تخلص منهم، لكن الراجل ده كان رهيب، اتحرك بسرعه وبدا يقتل كل الوحوش الزباله بالشمسيه اللي معاه دي، قضى عليهم كلهم بضربه واحده. هنا رودو كان واقف مصدوم عمال يقول: ايه ده؟ انا لو كنت معايا القوه دي كنت علمت الاوغاد اللي رموني هنا دول الادب. ولكن هنا الراجل ده فضل يقاتل الكل من الوحوش دول وقعد هو المتفوق عليهم. رودو عمال يقول: ايه ده؟ الراجل ده قوي قوي. فبعد ما الراجل رجع له قال له: انت مين؟ قام شايل القناع من على وشه قال له: اسمي انجن، مجرد منظم بسيط. ولكنه على طول اتأثر بالريحة الوحشة دي. قال له: شوف، بسببك برضه اضطريت اني اظهر نفسي. ولكن هنا رودو قام مغمى عليه ورجع بعقله لذكريات قديمة كان فاكر في يوم كان اتضرب فيه، لأنه قال إن الحاجات ليها روح، ولو الواحد خلى باله من الحاجات هتسكن فيها روح في يوم من الأيام. رجعته قال له: بص، دي مجرد أسطورة قديمة معمول بيها علشان الناس تهتم بالحاجات اللي في حياتها. قال له: بس أنا مؤمن بيها، كل غرض بتستخدمه ليه روح. قال له: ماشي، ما ديش مشكلة في الكلام ده، امشي بيه. كل حاجة هنا لو خدت بالك منها هي برضه هتاخد بالها منك، هتبقى سليمة كأنها معاك على طول لو خدت بالك من الكنبة من كل حاجة. قال له: الجوانتي؟ قال له: لو انت خدت بالك من الجوانتي ده هيفيدك، كل غرض بتستخدمه لو خدت بالك منه كويس هيبقى ليه روح. هنا لما ساق لقى نفسه مربوط بسلاسل وانجن بيشده كانه زباله وان هو ياخده معاه. قال له: يا عم سيبني، انا عايز ارجع فوق، سيبني. قال له: ترجع ازاي؟ للاسف مش تقدر ترجع دلوقتي، هناك المكان اللي فوق هناك بنسميه الفلك ومفيش طريقه توصل للسماء، فاعرف بقى انك هتعيش بقيه حياتك هنا. قال له: لا، انا هرجع مهما كان الطريقه، وانت قلت حاليا
انت اكيد عارف الطريقه اللي ترجعني لهناك. فرودو قاعد يسال على العالم دوت وعن وحوش الزباله وعن القوه اللي استخدمها. قال له انا لو خدت القوه دي هنتقم من كل الناس اللي فوق وبالذات المقنع اللي قتل ابويا. قال له بما انك بقى مش ناوي تسكت انا هعلمك ايه المكان اللي احنا فيه دوت. قام واخده المكان غريب كده ورماه قصاد محطه وقال له بص اتعلم لوحدك حقيقه العالم ده. وفي اللحظه دي ظهرت مجموعه من الناس لابسين اقنعه وكانوا فرحانين جدا ان هم لقوا طفل زيه من لبسه. عرفوا ان هم من سكان الفلك. قالوا الله، شالوا اقنعتهم وقعدوا يتكلموا معاه، احنا عمرنا ما شفنا واحد كده من سكان الفلك. فكويس قوي. قال له حلو يا جدعان فكوه فكوه. قاموا فكينه. قال كويس ان شكلها طيبه. قاموا رابطيني تاني في منطقه تانيه وقاموا كاتبين بقنا هم صوتهم. الراجل قال له ايه، اجسام الفلك غاليه قوي حتى هدومهم غاليه. انا مبسوط ان احنا لقينا واحد حي هنكسب مبلغ ضخم منه. سكان الارض بيكرهوا سكان الفلك عشان بيعتقدوا ان هم اللي وسخوا العالم ده بالزباله. فليه بنعمل كده؟ عشان بنكرهكم، ده انتوا السبب في التلوث والهواء القذر وظهور وحوش الزباله، والنتيجه ارضنا اتدمرت، خسرنا عائلتنا. عشان كده بنشتري سكان الفلك بأسعار غالية، بنعذبهم، بيقطعوهم قصاد الناس كلها عشان يحسوا بلذة الانتقام. قام جايب أكل من الزبالة قال له كل كل ولا إيه اللي هتموت من الجوع، لازم أحافظ عليك كويس. وأصر إن هو يأكله بالعافية وكان بيضحك. شفت أهو بنأكله زبالة. هنا رضوا مع كل ده وهو بيأكله الأكل بالعافية قام عاضد إيد الراجل ده وقام واكل صوابعه وبدأ ياكل في الزبالة. قال له لسه الأكل ده يتاكل عادي. وبقى عامل زي الوحش ده قاعد ياكل الأكل ده. قال له الفلك والأرض والعالم كله كل واحد فيكم عايز يشخص الناس على مزاجه، انت تبع مين وانت تبع مين، ما كفايه تحاكموني على حاجات ما عملتهاش. ومن كتر غضبه طلع على الجوانت بتاعه قوه غريبه كده. وفي اللحظه دي حصل على قوه اسطوريه. قال كفايه تصنيفات بقى، كفايه تحكموا على الناس بتصنيفاتكم التافهه. وفجاه دمر القيود اللي على جسمه وقال بصوت عالي فاكرين ان ليكم الحق تعاملوني باي طريقه، انا هبعتكم كلكم للجحيم. وبدا يتحكم في كل حاجه حواليه. وفي نفس الوقت ده انجن كان بيراقبه من بعيد اللي كان بيختبره عشان يشوف بنفسه خطوره المكان. هنا رودو افتكر جمله ريجوتو اللي قاله لو اعتنيت بحاجه كويس هتسكنها روح في يوم من الايام. وهنا هو كان حب الجوانتي ورفض يتخلى عنه، لكن الجوانتي حاليا كسب روح وظهر دلوقتي عشان يحميه. هنا الناس اللي حواليه كانوا مصدومين. واحد منهم قال ازاي واحد من الفلك عنده القوه دي؟ لكن انجن قاعد يضحك الله، طلع فعلا يقدر يمنح الحياه الاشياء ويستخرج قوتها. ايوه كده. ولكن هنا امرودو مطلع قوته بكل عنف وبقى بيتحكم في كل الحاجات اللي حواليه، السلاسل والكاوتشات. قام القائد ده اللي خلصوا عليه الناس هجمت عليه. ولكن مع قوه رودو ديت كان مستحيل، لانه مش بس اتحكم في السلسله، كان اتحكم في كاوتش كمان. كان راقبهم كلهم وخلص عليهم كلهم، ما فاضلش منهم غير القائد. هنا كله قاعد يقول يعني بيتحكم في اكتر من حاجه في نفس الوقت كمان، ده ايه القوه دي كلها؟ هنا وهو بيتحرك عشان يخلص على القائد بتاعهم دوت وماشي وراه وهو وقمه غضبه. اول ما قرب منه عشان يقتله انجن ظهر من وراه ومسك ايديه قال له خلاص اهدى خلاص. هنا امرودو ساب قوته ورجع لطبيعته وهو مش فاهم ايه اللي حصل. ازاي القوه دي كلها خرجت منه لمجرد انه افتكر رجته. انجن قال له انا اسف ولكن كان لازم اتاكد ان قوتك دي حقيقيه. انا هقول لك كل حاجه على العالم ده وعن قوتك، بس في المقابل انضم لينا، انضم للمنظفين، احنا محتاجين ناس زيك. هنا برضه هو واقف مصدوم مش مستوعب اللي بيحصل. قال له لا انا ارفض.